إصرارنا بيزيد كل يوم، وفي أي وقعة أوام نقوم. راهننا ضد الموج نعوم، عدينا وكسبنا الرهان. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حدوتة مصرية. ساعات قليلة وهترحل 2023. 2023 بمساوئها، بإيجابياتها، بسلبياتها، برحل من رحل وبقى من بقى. 2023 أكيد فيها برضو العنصر الإيجابي والعنصر المميز. معانا حصاد 2023 نتابع. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع دائما ما يجري على أرض الواقع من مشروعات، يتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنظيم زيارات دورية للقرى التي تشهد تطويرا ضمن مبادرة حياة كريمة. يحرص الرئيس السيسي خلال هذه الزيارات على الاستماع للمواطنين والتحاور معهم لمعرفة الأوضاع وطمأنتهم، والتأكد أن العمل يسير على قدم وساق من أجل التيسير على الفئات البسيطة وتقديم كل الدعم لها والنهوض بالدولة المصرية ووضعها في مصاف الدول الكبرى ومواجهة التحديات بالعزيمة والإصرار، ودائم الثناء على الشعب المصري الذي يعتبره البطل الحقيقي في هذه المرحلة. وفي الثاني من شهر مارس وصل الرئيس إلى محافظة المنيا وحرص على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر. شارك الرئيس في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة، وحرص على لقاء عدد من المواطنين في قرى حياة كريمة وتفقد مشروعاتها بقرية المعصرة، أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% في مركز ومدينة ملاوي بالمحافظة. وفي 25 من مايو افتتح الرئيس مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة على البحر الأحمر، في خطوة تسهم في خفض فاتورة الاستيراد للمنتجات التي يدخل في تكوينها هذا المعدن، فضلا عن كونه فرصة استثمارية ذهبية ويوفر المئات من فرص العمل. يعد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، وجرى تنفيذه خلال 18 شهرا. وخلال حفل الافتتاح أكد على أهمية توطين صناعة الكوارتز لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل للشباب، لافتا إلى أن الدولة ستستعيد تكلفة المشروع المقدرة ب$700 مليون خلال 3 أو 4 سنوات. وفي 14 من شهر يونيو وصل الرئيس إلى قرية الأبعادية في محافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية في المحافظة. وتفقد الرئيس دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، كما تفقد مجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات حياة كريمة. وفي 16 من شهر أغسطس تفقد الرئيس المنطقة اللوجستية بجوار منفذ السلوم في محافظة مطروح التي تمتد على مساحة تتراوح ما بين 250 فدانا و300 فدان، لافتا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل عديدة لأهالي مطروح. وفي 16 من سبتمبر زار الرئيس السيسي قرية سدس الأمراء في محافظة بني سويف وافتتح عددا من المشاريع بالمحافظة، والتقى أهالي القرية وأجرى حوارا مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء بني سويف ومتطوعي مبادرة حياة كريمة. وفي 30 من شهر سبتمبر شهد الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي امتدت فعالياته على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجالات الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. وعقد المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودوره في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية. أهم الأخبار المحلية التي تخص الدولة المصرية نتابع.
أهم الأخبار العالمية والدولية التي تخص الدولة المصرية وجولة في الصحف العالمية. صورنا المضيئة النهاردة هتكون مختلفة عن أي صور، لأن هي بتنتهي مع حصاد العام 2023. شخصية العام وهي أيضا من الصور المضيئة. شخصية العام تم الاستقرار من أسرة وتحرير فريق عمل برنامج حدوتة مصرية، الشخصية السياسية التي صالت وجالت في جميع المحافل الدولية ووضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة. تسليح الجيش المصري ووضع الجيش المصري من أبرز 10 جيوش على مستوى العالم. القوات البحرية من ضمن أفضل 8 جيوش بحرية على مستوى العالم. مصر أصبحت لها كيان، مصر أصبحت لها قيمة كما كانت في القبل وفي الماضي وفي الحاضر. مصر باقية رغم أنف الحاقدين. استقرينا النهاردة على شخصية العام والصورة المضيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رجل الأوقات الصعبة، مخلص الشعب من بأس الإخوان، ومؤسس الجمهورية الجديدة. ولد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في 19 من نوفمبر عام 1954 بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، لعائلة متوسطة الحال ترجع أصولها إلى محافظة المنوفية، وكان يعمل أغلبها في حرفة الأرابيسك بمنطقة خان الخليل التاريخية. اختار الرئيس الحياة العسكرية منذ البداية، فبعدما أنهى دراسته الإعدادية بمدرسة السلاحدار التحق بالمدرسة الثانوية الجوية عام 1971 وتخرج في الكلية الحربية عام 1977. بعد التخرج وبالإضافة إلى مهام عمله كضابط بالقوات المسلحة، استكمل دراساته العليا ليحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، كما حصل على نفس الدرجة العلمية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992. حاز السيسي على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية الناصر العسكرية العليا عام 2003 وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. تمتع الرئيس السيسي بأخلاق ومميزات شخصية جعلت منه قائدا ومثلا أعلى لكل زملائه وجنوده على مدار سنوات خدمته، مثل اهتمامه بالرياضة وبالتحديد رياضة الركض وركوب الدراجات. كما عرف عنه بتقديره للجند المصري وبذل مجهودات مستمرة لرفع الروح المعنوية للجنود وبمواقفه المتعددة مع جنوده وتعليمهم وتقويمهم. تقلد الرئيس السيسي عدة مناصب مهمة على مدار تاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من 45 سنة بالزي العسكري، فقد بدأ حياته العملية كقائد كتيبة مشاة ميكانيكي، ثم ملحق دفاع للمملكة العربية السعودية، ورئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، ورئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي، حتى وصل إلى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ليتولى بعدها منصب نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ليصل إلى مدير المخابرات الحربية والاستطلاع من بين عام 2010 حتى عام 2012. وكان من أهم مهامه في هذه الفترة هي متابعة التطورات في المنطقة ورصد المخاطر التي كانت تهدد الدولة المصرية، حتى وصل إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فعمل على رفع كفاءة الجيش المصري واستعادة الروح القتالية وتطوير منظومة التسليح، كما كان أصغر أعضاء المجلس العسكري سنا قبل اختياره لمنصبه. وفي فترة حكم الإخوان وفي ظل ظلمهم وتدميرهم للبلاد، طالبه الشعب المصري بأن يخلصه من حكمهم، فاستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الشعب في ثورة 30 من يونيو، وقام بعزل الإخوان من الحكم وعطل العمل بالدستور، وقام بتكليف عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد طبقا للدستور تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت،
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. فطالبه الشعب المصري بالترشح للرئاسة حتى استقال من منصبه في عام 2014 كقائد عام للقوات المسلحة، وأعلن الترشح للانتخابات الرئاسية حيث حصل تأييد شعبي واسع ليتولى رئاسة جمهورية مصر العربية في 8 يونيو عام 2014. وعقب توليه رئاسة الجمهورية عمل الرئيس السيسي على إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وإعادة بناء البنية التحتية للدولة المصرية في كافة القطاعات لتتشكل ملامح الجمهورية الجديدة. كما تم انتخابه لفترة رئاسية جديدة في عام 2018 ليكون على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. كما كانت القضايا العربية دائما على رأس أولوياته، وتحديدا القضية الفلسطينية والوحدة والتعاون العربي المشترك وإعادة مصر لعمقها الإفريقي ومكانتها الإقليمية والدولية. وعلى مدار هذا التاريخ المشرف حصل السيد الرئيس على عدة أوسمة تجاوز عددهم 26 نوطا ووسام. وطوال هذه الرحلة الطويلة كان شعاره الدائم تحيا مصر. ومعكم وبكم وبالله قبلنا ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما الدولة المصرية ما بتنساش أبنائها، أكيد أسرة البرنامج ما بتنساش الشخصيات اللي أسرت وادت لمصر ورفعت اسم مصر عليه. عندنا النهارده اسم من أسماء مصر، أنا يمكن مع استقرارنا مع فريق العمل اللي احنا نحطه اللي هو يكون موجود معانا المرحلة اللي جاية، ولا ننسى إن هو يكون شخصية عظيمة ويمكن تكون فال خير لكل أبنائنا لكل طلابنا. عندنا عالم من علماء مصر اللي سطر اسم مصر في كل المجالات وفي كل الشخصيات، اكيد شخصيه محترمه، اكيد رحمه الله عليه كان له باع طويل في مجال العلم. عندنا شخصيتنا النهارده رحمه الله عليه الدكتور احمد زويل. الدكتور أحمد زويل العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملا للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح رغم الظروف الصعبة في عالمنا العربي. ولد أحمد زويل في 26 فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور في مصر، وفي سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي. التحق بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في مجال الكيمياء، وعمل معيدا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء. ومن الأشياء الغريبة أن دخوله لكلية العلوم كان مجرد صدفة حدثت بواسطة مكتب التنسيق الذي وزعه على كلية العلوم جامعة الإسكندرية طبقا لمجموعة، ولم يكن يخطط لدخول كلية العلوم. سافر إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا بيركلي،
ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بجامعة كالتك، وهي من أكبر الجامعات العلمية في أمريكا. حصل في عام 1982 على الجنسية الأمريكية، وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذاً لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في أمريكا، خلفاً للينوس باولينغ الذي حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكيمياء والثانية في السلام العالمي. وفي عام 1999 حصل الدكتور أحمد زويل على الجائزة الأكبر في مشواره العلمي عندما فاز بجائزة نوبل في الكيمياء عن ابتكاره للميكروسكوب الذي يعمل بمقدار فيمتو ثانية، والذي يمتلك القدرة على تصوير حركة الجزيئات والتفاعلات الكيميائية. وأثار ذلك الابتكار إعجاب العالم، وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه، لتمكنه من مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئات عن طريق الليزر. وقد أحدث هذا الاختراع ثورة في علم الكيمياء وفي العلوم المرتبطة به. العالم الكبير حصل على أكثر من 100 جائزة عالمية، من بينها جائزة ألبرت أينشتاين العالمية، ووسام بنجامين فرانكلين، وجائزة ليوناردو دافنشي، وجائزة الملك فيصل، وميدالية بريستلي. وعام 2009 عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المجلس الاستشاري الرئاسي في البيت الأبيض. ونال زويل عدة أوسمة وجوائز من دول كثيرة، ونال 50 درجة فخرية في مجالات العلوم والفنون والفلسفة والقانون والطب والآداب الإنسانية. وفي مصر حصل زويل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وعلى قلادة النيل العظمى، وهي أرفع وسام مصري. وأصدر الدكتور زويل العديد من المؤلفات العربية والإنجليزية، ويعد كتابه عصر العلم أحد أبرز الكتب التي تروي سيرة حياته. كان حريصا على نقل ثمرة علمه وأبحاثه إلى أبناء مصر قدوة علمية عظيمة وقيمة إنسانية راقية، وذلك من خلال مدينة علمية متكاملة تحمل اسمه، تقوم على تطوير العلم والتعليم في مصر. وفي 2 أغسطس عام 2016 تلقى العالم خبر وفاة العالم المصري الدكتور أحمد زويل عن عمر يناهز 70 عام، ليسدل الستار على حياة أحد أعظم العلماء العرب. والحقيقة أن انتهاء حياته كإنسان لن يؤثر على وجوده، فسيظل خالدا بإنجازاته كأقرانه وأسلافه من عظماء العالم وعباقرته. حدوته رياضيه، اكيد في اخفاقات، في انجازات، اكيد في سالب، في موجب. اكيد النهارده الرياضه المصريه فيها بعض الالعاب الفرديه والجماعيه حققت مراكز طيبه. اكيد مع 2023 هنشوف فريق الاعداد عدلنا ايه من انجازات واخفاقات الكره المصريه، ولكن هنروح للعنصر الايجابي ونشوف انجازات الكره المصريه والالعاب الفرديه والبطلات اللي حققوا ميداليات لمصر ورفعوا اسم مصر عاليا.
خدوا النادي الاهلي من بطوله كاس العالم للانديه لبطوله السوبر المصري المقامه في الامارات. الامارات ومصر ايد واحده، ده شعار البطوله، شعار السوبر طبعا المصري اللي بيتلعب على ارض الامارات. المباراه ستلعب الان في الوقت واذاعه البرنامج. نتمنى التوفيق ان شاء الله للفيوتشر او للاهلي في كلتا الحالتين، هما الاثنين فرقتين مصريتين بيلعبوا على ارض اماراتيه، يشرفوا مصر ويرفعوا شأن الكره المصريه امام عيون الدول العربيه والدول العالميه. يمكن الكثير منا ومن الشعب المصري شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان مع وزير الزراعه ولقائه مع الزراعيين وفي عيد الفلاح قال لهم احلموا. من هنا انطلقت مبادره احلم. مبادره احلم دي يا جماعه هي لشباب الخريجين والمستثمرين الصغار، بترعى واهتمام كبير جدا من السيد وزير الزراعه لانها مبادره رئاسيه. وزي ما قلت لكم قبل كده وهدني اكرر واقول ان جميع المبادرات الرئاسيه في قمه النجاح. اللي عنده راس ماشيه يجيب 5 كيلو 6 كيلو لبن وبياكلها نفس الاكل تقريبا، اللي بتاكله راس اخرى تجيب 30 او اكتر من كده، يبقى بيظلم نفسه قبل كل شيء. لكن المواطن هيوصل لده ازاي؟ لازم الدولة تتصدى وتقول احنا عندنا برنامج لتحويل الوضع ده في مصر خلال 3 سنين. انا كوزير الزراعة بقى احلم. وانتوا ما تحلموش ليه؟ انا ما بحلمش غير بكده. فخامة الرئيس، اسمح لنا أن نتشارك في تحقيق هذا الحلم الجديد معا. قررنا تبني المبادرة الوطنية لتطوير الثروة الحيوانية المصرية تحت رعاية فخامتكم وبدعم معالي وزير الزراعة المصري وبالشراكة مع البنك الزراعي بتوفير أجود سلالات الأبقار الحلوب التي تعطي إنتاجا عاليا من الألبان وتوفير رعاية طبية كاملة، وكذلك الأعلاف اللازمة لتحقيق أعلى إنتاجية وبتأمين شامل، ليتمكن الفلاح المصري من إنتاج مئات اللترات من الألبان يوميا، وأيضا توفير الفرصة لشباب الخريجين لبدء مشروعهم الخاص من خلال المبادرة، وتحقيق دخل شهري يكفي احتياجاتهم ويقلل معدل البطالة. معالي الوزير النهارده في محافظه الشرقيه مدعم بمبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مبادره احلم لانتاج الالبان والابقار. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دعونا ان احنا النهارده في هذا المشروع الكبير ده، كل هذه المشروعات وغيرها هي توجيهات فخامه السيد الرئيس والقياده السياسيه، ان دائما مساله الامن الغذائي وتدعيم النظم الغذائيه ده امر في غايه الاهميه. ويمكن حضرتك الدولة المصرية خلال ال10 سنين اللي فاتوا على اساس ان احنا ندعم منظومة الامن الغذائي وندعم الانظمة الزراعية وندعم البحوث التطبيقية ونتوسع في الرقعة الزراعية وناخد اجراءات استباقية زي المشروع القومي للصوامع واقامة محطات، اكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي. كل دي مشروعات بتقوم بها الدولة في سبيل تدعيم منظومة الامن الغذائي، سواء بقى الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني او الانتاج الداجيني او الانتاج السمكي، لدرجه ان احنا حققنا يعني طفره في معدلات الانتاجيه في هذه المشروعات. بالنسبه لهذا المشروع كانت وفقا لتوجيهات القياده السياسيه ان احنا نحاول نحسن من السلالات اللي هي سلالات عاليه الانتاجيه سواء اللحوم او الالبان، وبالتالي لجأنا الى مجموعه من المحاور يمكن من خلال المشروعات اللي هي المحطات عندنا
التلقيح الاصطناعي عندنا اكثر من 90 طلوع، عملنا يمكن 4 مليون جرعه خلال الفتره اللي فاتت لتحسين انتاجيه السلالات المحليه اللي هي قادره على التاقلم مع الظروف المناخيه في الدوله المصريه. ايضا لجأنا الى ان احنا نستورد بعض السلالات من خارج عشان نقدر نزود الانتاجيه ونرفع كفاءه الانتاجيه سواء من اللحوم او الالبان، ونحسن دخل المزارع والمربي. وكان هذا المشروع من احد المشروعات وفقا للتوجيهات ان احنا نبدا نخلي كبار المربين والمستثمرين انهم يبداوا يعملوا مشروعات يستوردوا سلالات عالية الإنتاجية، ويبدأ يرتبط ويوزعها بمجموعة من المربين والمزارعين الصغار، ويبدأ يوفر لهم الأمصال، ويبدأ يوفر لهم الأعلاف، ويتعاقد معهم في شراء الإنتاج الألبان. وبالتالي ده مشروعات متكاملة، مشروع مستثمر مع مجموعة من المربين والمزارعين. وعملنا بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي في سبيل أن يقدم لصغار المربين اللي هيشتروا هذه الرؤوس تمويل ميسر. وبالتالي بقيت في شكل مشروع متكامل مستثمر، رؤوس موجودة، أصبح هناك صغار المربين والمزارعين. وبالتالي الهدف من هذا المشروع إيه؟ أولا أنت بتوفر للمزارعين والمربين وصغار المربين اللي أنا أقصدهم سلالات محسنة، مستثمر بيتابعهم ويوفر لهم الامصال واللقاحات المطلوبه والرعايه البيطريه، بيوفر لهم الاعلاف باسلوب ميسر، بيشتري منهم الالبان لانه هو اصلا ملحق بهذا المشروع مركز تجميع البان كبير وباحدث الانظمه. وبالتالي انت وفرت للمربي يعني دخل اضافي. من خلال مبادرة الرئيس احلم مع الوزير يحلم بايه الشعب المصري النهارده؟ كل الشعب توجيهات فخامه الرئيس يعني عايز يقول ان احنا ما يبقالناش سقف في الحلم وتقديم الخدمات والمشروعات للمواطن والمزارع في كل المجالات، سواء في الزراعه، سواء في الصناعه، سواء في السياحه، في كل المجالات. يعني عايز يقول ان احنا نفكر خارج الصندوق، نقدم مشروعات عمليه على ارض الواقع، نبدا نخش بافكار يعني فيها ابتكار ورياده اعمال. وهذا المشروع يعتبر نموذج من هذه التوجيهات. يعني بنقول مبروك علينا، وان شاء الله مزيد من المبادرات، مزيد من المشروعات، مزيد من فرص العمل، مزيد من انتاجيه ان شاء الله. ومبروك علينا ومبروك على اهلنا في الشرق. الحقيقه مبادره احلم دي مبادره كلنا بنحلم بيها، ان هي تحسين مستوى اهالينا في الريف المصري وفقا لتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه ان احنا نهتم دايما بالمزارع، نهتم بالمنتجات اللي بتطلع من الالبان من المزارع بتاعتنا. فالنهارده عندنا سبلاي تشين كامله موجوده، او بمعنى اصح منظومه متكامله، وهي ان البنك بيمول العميل الصغير، في نفس الوقت بيدخل علينا المصنع بالخبره بتاعته، بالعماله الفنيه اللي موجوده فيه، بالطب البيطري اللي فيه اللي موجود، بيقدر ان هو يدي التوجيه الامثل للمزارع دوت او المربي علشان يبتدي يحسن من انتاجيه العجلات اللي هو بياخدها. عندنا قريه موجوده، بقت القريه كلها منتجه. عندنا اهالينا بقوا بيستفادوا ان هو بياخد الانتاج بتاعه مباشره من المصنع، بياخد الانتاج بتاعه مباشره من المزارع او المواطن اللي موجود. عندنا انتاجيه عاليه للبقره او للعجلات اللي موجوده ديت. عندنا سلالات بتطلع محسنه وراثيا من خلال التلقيح الصناعي اللي بيتم بعد كده والتاقلم مع البيئه المصريه. يبقى احنا ادينا المبادره دي، وفي نفس الوقت هنبتدي نقدر من خلالها ان احنا نقلل تكلفه الاستيراد للعجلات ديت، لان بيبقى عندنا انتاج محلي منها بعد كده في الجيل الثاني والثالث والرابع. هذا المشروع الذي بدأه المرحوم سيادة النائب مصطفى لطفي منذ سنوات، كان طبيعيا أن نشهد هذا الإنجاز الرائع في حضور دكتور محمد مصطفى لطفي، الذي أيضا لعب دور مهم جدا في أن يتم الإجراءات النهائية لهذا المشروع. النهاردة الكلام اللي قاله السيد وزير الزراعة، واللي قاله رئيس البنك الزراعي، واللي قاله محافظ الشرقية، هو أبلغ تقدير على نجاح هذا المشروع وكونه يشكل لبنة حقيقية تنطلق منها ويصبح نموذجا لمحافظات كثيرة. دي المبادرة الرئيسية اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة سنوات، احنا شايفينها دلوقتي بتتحقق على أرض الواقع بشكل علمي، بشكل مهني، بشكل رائع، بشكل منتج، بشكل اجتماعي. يعني هذا المشروع أنا بعتقد هو من المشروعات ذات الطابع الاجتماعي، زي حياة كريمة، زي الإجراءات الاجتماعية اللي بتتم لصالح الفقراء.
ودايما كان المرحوم مصطفى لطفي عينه على الفقراء، عينه على الفلاحين، عينه على مشاكل بلدته في هذا المكان رحمة الله عليه. فكرة تطوير ومراحل طبعا السلالات الإنتاجية في الفترة القادمة على أرض مينا قمح محافظة الشرقية، وأنت نائب عن الشرقية، شايفها إزاي النهاردة؟ النهاردة طبعا أنا سعيد جدا أن أكون بينكم في التلين مينا القمح وسط لقاءات كبيرة جدا وحشود كبيرة جدا على رأسهم السيد وزير الزراعة والسيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسادة الأفاضل نواب الشعب. الهدف هو برنامج السيد رئيس مبادرة السيد رئيس الجمهورية احلم بتطوير سلالات المواشي لكي نصل إلى عدم التصدير، عدم الاستيراد. فدي مبادرة كبيرة جدا أعلن عنها فخامة الرئيس وشفناها قدام المتواجدين جدا، طبعا برعاية البنك الزراعي، وإن شاء الله ننتظر الخير من هذه المبادرة. قدرنا نبدأ ندي شاط البدء إن شاء الله المشروع احلم تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقدر نقدم مسؤولية إن شاء الله وننجح المشروع بإذن واحدة. أستاذ محمد، تقول النهارده لكل المواطنين والشباب اللي هيشاركوا في المبادرة، نتمنى بقى يسألوا ويجوا إن شاء الله نديهم معلومات كافية عن المشروع إن شاء الله ويبدأوا معانا بإذن الله وإن شاء الله خير. احلم هي احد المبادرات الرئاسيه لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركه البنك الزراعي المصري ووزاره الزراعه ومؤسسات المجتمع المدني. احنا هنا النهارده في احد المؤسسات التي ترعى العجلات العشار وتربيه هذه العجلات العشار. هذه المبادره بيتم توزيع فيها العجلات العشار على صغار المربين من الشباب، وهناك رعايه طبيه بيطريه لهذه العجلات العشار، وبيتم دفع ثمن هذه العجلات العشار من اللبن وولادات هذه العجلات العشار. عايز اقول لحضرتك ان الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتقوم بالاشراف الطبي البيطري على هذه العجلات العشار، الاداره المركزيه للمحاجر، بدايه من نزول هذه العجلات العشار من الميناء الخاص بها الى وصولها الى هذا المكان. مبادرة احلم مبادرة رئاسية اكيد هتعود بالنفع، اكيد طبعا هتحارب غلاء الاسعار وجشع التجار، وهتقلل سعر الالبان وسعر اللحوم في مصر. الدولة بتسعى على زيادة مواردها الخاصة من خلال المستثمرين الشباب. زي ما انتهت حلقتنا النهارده حدوته مصرية، اكيد انتهت السنة طبعا اللي احنا فيها 2023. اكيد نتمنى طبعا الصحة والستر لكل المصريين، نتمنى السعادة والرخاء للشعب المصري 2023. زي ما قلت لكم اكيد بعد ساعات سترحل وسيأتي عام 2024، نتمنى ان يكون عام الازدهار والرخاء للشعب المصري. انتظرونا في حدوته مصرية جديدة في اولى عام 2024. احنا الحضارة والتاريخ يشهد علينا، أجدادنا رسموا لنا الطريق عليه